للدار وكانت فيها واحد الكآبة ما يمكنش ما غادي يحس بها غير اللي مجربها. جات واحد المرأة عند الوالد وقالت ليه واش ما غاديش دير العشاء لمرتك؟ انا عارف بلي الوالد عنده الفلوس اللي عطاتو خالتي صفية. قال ليها اول حاجة ما عنديش، وثانيا حرام داك العشاء. بقيت كنشوف فيه وقلبت وجهي. جمعوا غير المحسنين وداروا ليها العشاء. من بعد ما الناس تعشاو بدات كتفرشق الجوقة، عادوا ديك الخزانة وبنادم بدا كيمشي شوية بشوية حتى ما بقى حتى شي واحد. ومن هاد النهار غادي تبدا المعاناة ديال بصح. واخا الوالدة ديالي كانت مريضة، كانت خالت كانت كضحك ليا في وجهي، كتبقى تسول فيا شنو قريتو، كتبدا كتراجع معايا. اما الوالد عمرو جلس معايا في الطبلة ولا راجع معايا شي حاجة، كان كيجيبوا للدار غير النعاس والماكلة. الغد اللي جات لعندي الاستاذة اللي كانت كتشري ليا الادوات كل عام، عنقاتني وعزاتني. من بعد عطات الوالد الفلوس وقالت ليه هذه ديال ابراهيم، قال لها الله يخلف عليك. جات لعندي وقالت لي دابا ماماك مشات عند الله، خاصك تفرحها وتحقق ليها الحلم ديالها. طاحوا لي الدموع من عيني ديك اللحظه، مسحاتهم ليا وقالت لي غدا ضروري تجي للمدرسه. قلت لها ان شاء الله. نضت عنكتها قلت لها عمرني نسى الخير ديالك. ضحكات معايا ومشات، وصاتني باش نجي الغد ديال المدرسه. الغد اللي كنت داخل مع 8:30 صبحت ناعس، ما فقت حتى لشي 9:15 ديال الصباح. فاق الوالد بكري وما تسوخش ليا، خلاني ناعس وخرج. نضت كنجري للمدرسه والعساس خلاني ندخل، حيت الخبار ديال موت الوالده كانت دارت بوم في المدرسه. دخلت للقسم وجا عندي الاستاذ، عزاني وقال لي علاش عطلتي اليوم؟ ما شعرتش حتى تفرقعت بالبكا. قلت ليه اللي غادي تفيقني مشات عند الله. عنقني وقال لي اسمح لي يا ولدي، ولكن راه عندك باباك الله يخليه ليك. قلت ليه الوالد فاق بكري ومشى للصباح لخدمته وما تسوقش ليا كاع. قال لي ما ديش عليه، حتى هو غادي يكون بالو مرفوع ويكون نساك. مشى للبيرو ديالو بدا كيمسح في عينيه بكنينيكس. ملي كنا خارجين جا لعندي وعطاني ماكانه وقال لي هادي باش تفيق في الصباح وراني كيفاش نخدمها. من بعد تميت غادي للدار. انا غادي في الطريق وما حاملش ندخل للدار، حليت الباب بالساروت ودخلت. واحد الجو الخوت ما يمكنش، واحد الكآبة، الدار كتصفر. حليت الثلاجة ما لقيت ما يتكال. خرجت ومشيت لعند الوالد لخدمته. خرج لعندي وقلت ليه راه فيا الموت ديال الجوع، ما فطرتش وما تغديتش. جبت 10 دراهم من جيبو وقال لي سير خذ بها شي كاس كروط. داكشي اللي درت، مشيت خديتو ورجعت للبيت. ملي تميت داخل واحد البيت حدانا كانوا ساكنين فيه شي ناس، لقيتو محلول ومشيت سديتو. جا عندي مور الدار وقال لي لا ولدي هذاك حتى هو راه بيتكم. جا عندي الاب نتاعك وكره من عندي وحسن ليكم كاع، بعدا غادي توسعوا شويه. المهم دازت الوقت وشدينا العطله. جات لعندنا خالتي صفيه، دخلات وجلسات معانا، بقات كتسول في الوالد عليا. جاوبها وقال ليها الحمد لله ما خاصو حتى شي خير، كنت غير كنشوف فيه وانا كنموت غير بالجوع معاه. فاش بغات تمشي عطاتو جوا اخر وقالت لي هذا ديال القرايه ديال ابراهيم. فاش بغات تمشي نضنا وشكرناها بجوج. دازت سيمانه وتوسخوا الحوايج ديالنا. الوالد بدا كيغوت وكيقول حنا شكون غادي يصبن لينا الحوايج دابا؟ شكون غادي يطيب لينا؟ انا تقهرت من هاد العيشه. عرفتو كيدق عليا وباغي يتزوج، خصوصا انه كرا البيت الاخر. قلت لكم في الاول بلي انا كنفهمها طيره وانا باقي صغير. ملي سالات العطله رجعت كنقرا. جيت واحد النهار ودخلت للبيت جديد، ملي كنشوف كنلقاه مفرش وكلشي جديد، ناموسيه جديده وتلفازه جديده كلشي باقي جديد. وهادشي كامل من الفلوس اللي عطاوه الناس من العزو والقرايه ديالي. دوزتها بجغمه ديال الماء وقلت بصح ضروري خاص المرا في الدار اللي تقد بينا. دازت ليام واحد النهار كنت خارج مع 6:30، مشيت للبيت وبقيت كنتفرج وداتني عينيا ونعس. شويه كنسمع الباب كيتحل بالساروت. يلا بغيت نوض نسلم على الوالد كنسمع شي واحد اخر معاه. عرفتو بلي تزوج وما قالهاش ليا، بحال انا ما عايش معاه. دخلوا النيشان للبيت جديد، بقاو عاطينها للضحك. وتفكرت الموت ديال الوالده اللي ما دازش عليها بزاف. طاح عليا الضيمو، بقيت كنبكي ديك الليله. الغد ليه لقيتهم حاطين الفطور وناشطين ومسوقينش كاع عليا واش كاين ولا ما كاينش.
خصوصا هي كتعتبرني ما كاينش كاع. شويه عيط عليا الوالد، قال لي ما غاديش تبارك لباك. قلت ليه مبروك ورجعت للبيت ديالي. كنت كنتمنى على الاقل يتزوج بشي وحده بنت الناس وتتعامل معايا مزيان، ولكن جاب بروهوش عندها 30 عام، هو عنده 50 عام. نهار الاول قال ليها صبني لينا الحوايج، قلت ليه لا ما نصبنش انا بيديا، شري ليا ماكينه. مشى وشراها ليها، وبقيت انا على هاد الحال كياكلوا بزوج وانا كيحطوا لي بوحدي بحال شي كلب. في الدراسه ديالي كنت غادي مزيان، عمرني ما سقطت. واحد النهار سمعت مرت الوالد كتقول ليه واش انا جايبني هنا خدامه عندكم، انت ماشي مشكل راجلي، ولكن داك البروج دير لي معاه شي حل. قال ليها بسبب راني كنشد 2000 درهم في الشهر من عند صفيه، ما عندنا ما نديرو راه خصنا نصبرو. قلبت وجهي وقلت خاصني نديها في قرايتي حتى يحل الله. داك العام كان عندي الثامنه، مشيت لعندو وقلت ليه الوالد خاصني كتوبه وتفطر جداد. قال لي ما عنديش. قلت ليه الوالد ما غادي تعطيني حتى شي حاجه من جيبك، الله يخلف على خالتي صفيه هي اللي كتصرف عليا، اما انت ما قدرتيش حتى تثق واحد كيموت حداك عاد تشري لي انا الكتوب. هو يتعصب بدا كيصرفق فيا وكيغوت، يقول لي انا اصلا كنت باغيها تموت ونتهنى منها. ومرتو كانت متكيه على الباب وكتضحك، وانا ربي اللي عالم بيا ديك الساعه النار شعله فيه من الداخل. كان بامكاني نبكرو شي واحد نطيحو كاو، ولكن ما قدرش نهز فيه يدي. في الاول وفي الاخير كيبقى با، خليه منه الله. بقى كيضرب فيا حتى جاو الجيران وفكونا. زاتني واحد المره وطلعتني لدارها بلا ما تهدنات الوقت. قالت لي انت دابا راك راجل، وامك كانت وصلتني باش نقول لك شي هضره. قلت لها قولي. قالت لي اللي خاصك تعرف ان هذاك ماشي باك، والوالد ديالك الحقيقي راه مات، وهذا الميكروب ما كانش هكا في الاول. ملي زوجات به كان كيتعامل معها مزيان، حتى مرضات هو يتسيف عليها. يعني دابا خاصك لا تعصب لا والو، حيت هذاك اصلا ماشي باك. خاصك ديها في القرايه ديالك وتكون المستقبل. قلت لها كنت عارف وكنت حاسس بلي هو ماشي با، حيت ما كاينش شي اب غادي يتعامل مع ولده بحال هكا. شكرتها وخرجت من عندها، مشيت للبيت ديالنا ودخلت. لقات مرت با اللي ماشي الوالد الحقيقي كتقول النفس ماتت وكتعاود فيها. كانت عندي شي بركه هزيتها ومشيت عند الدروغري. قلت ليه واش كاين السم؟ قال لي علاش بغيتيه؟ قلت له واحد جوج ديال الطوبات في الدار داروا لينا حاله. قال لي جوج كاع؟ قال لي كاين جوج ديال الانواع، واحد كيقتل في البلاصه ولكن غادي يكون غالي شويه، والاخر كيقتل غير بشويه هو اللي رخيص. قلت له عطيني داك اللي رخيص حيت بغيتهم يتعذبوا قبل ما يموتوا. ضربت واحد القرعه صغيره ديال الدواء وعمرتها بديك القرعه الكبيره، ولحد ديك الكبيره اللي شريتها من الدروغري. وصلت للبيت ولقيتها كطيب الصوبه. بقيت ساد عليا في بيتي وهي بالعاني كتدق عليا باش نتعصب ونعايرها وتقول الوالد راه سبني. شويه ما تسوختش ليها وهي جات تحل عليا الباب وقالت لي قالوا لي بلي امك قبل ما تموت كانت قرعه وراسها كان بحال شي. قبل ما تكمل الهضره ديالها نطو وبقيت غير كنصرفق فيها وكنغوت. ما تجبديش الوالده على فمك، هما شريفه عليك الكلبه. وليت بحال شي وحش. بقات كتغوت على الجهد ومشيت حليت الباب ودرت راسي بحال اللي خرجت من الدار، ولكن انا ما خرجتش. مشيت تخبيت في واحد القنيته. شويه عيطت على الوالد وبقات كتبكي عليه وكتشكي، كتقول ليه شبع فيا سبان وصرفقني. شوف غادي نقول لك جوج ديال الكلمات، يا انا يا هو في هاد الدار. قطعات معاه وقالت هو دابا غادي نشوفو واش غادي تبقى في هاد الدار ولا غادي تبقى تعذب فيها. شويه سمعت الوالد كيحل في الباب. هي كانت كتغني غير سمعته ومشات للبيت ديالها بقات كتبكي على الجهد. غير دخل مشى ديريكت لعندها البيت. كانت هذه هي الفرصه المناسبه. مشيت كنتسلت ومشيت نيشان الكوزينه، حليت ديك الصوبه وخويت فيها النص ديال القرعه وخلط داكشي مزيان ورجعت تخبيت وكنتفرج شنو غادي يوقع. بقى كيهدن فيها شحال وكيقول ليها هضرها الاخر ديال الشهر غادي غير تجي ديك صفيه تعطيني الفلوس والله لا بقى عتب هنايا. انا كنسمع فيهم وكنقول في خاطري حتى تبقاو نتوما في هاد الدنيا بعدا. قال لي هو صافي نوضي دابا حطينا نتعشى واحد ديال هاد التغوبيشه. ناضت وحطت الصوبه والشباكيه بداو كياكلوا. شويه شدهم الوجع طاحوا في الارض كيتركلوا بداو كيغوتوا. خرجت لعندهم ديك اللحظه بداو كيطلبوا فيا وكيقول لي ولدي عيط الاسعاف. قلت ليه ولدك اصلا كيفاش نعيط الاسعاف وانا اللي مسممكم؟ بقاو كيشوفوا فيا مصدومين. قلت ليه عارف بلي انت ماشي الوالد،
ولكن تاخذ لي رزقي وتزوج به، عمرني نتفق معاك في هذا الشيء. قلت ليه قول لي فاش فكراتك هذه اللحظه هذه، فاش كانت الوالده ديالي كتعذب ومريضه وانت كتغوت وكتقول ليها ما كرهتش تموتي ونتهنى منك، حتى انا دابا ما كرهتكش تموت ونتهنى منك. درت لعند مرتو وقلت ليها وانت دابا غادي تموتي وتكوني عبره لاي وحده جا عندها شي ولدو وما تهلاش فيه. انا دابا مسامحكم، يلا تهلاو. خديت الساروت وسديت عليهم في البيت وجهت الموسيقى باش ما يسمعش غواتهم. مشيت جمعت الحوايج ديالي من بيتي وخرجت. بديت كندورو ملي وصل الليل، بدا كيتنادم معايا الحال. الصراحه ما قريب بحال هادو ما خصك تضيع حياتك على قبلهم في الحبس. رجعت للدار نشوفهم لقيتهم ماتوا بجوج. دارت بيا الدنيا ديك اللحظه، تخلعت ما عرفت ما ندير. مشيت لعند البوست ديال البوليس وسلمت راسي. قدموني للمحكمه، ضربوني ب20 عام ديال الحبس. دخلت الاصلاحيه وبديت حياه جديده، تعرف على دراري جداد، وليت قبيح وما عنديش في القاموس المعنى ديال الخوف ولا حشومه ولا عيب. وليت حاكمها في ديك الاصلاحيه. كاع البليات جربتهم، ضربت تما 3 سنين وكملت 18 عام. حولوني نيشان للحبس، دخلوني لواحد السيرو اللي كان عامر بالمجرمين والقتاله، كل واحد فيهم كيفتخر بالجرائم اللي دار. شويه جا الميكروب ديال داك السيلون، حيت كما كيقولوا كان في شي حبس انفرادي، كان خسر شي واحد. كلشي الحباس ناضو بداو كيسلموا عليه الا انا ما تسوقش ليه وبقيت جالس. شافني وبدا كيخنزر فيا وتم قاصدني. قال لهم شكون هذا الميكروب هذا؟ كنت ديك اللحظه جالس وداير يديا في الارض، ما جاوبتوش هو يعفط لي على يديا. تما دار اكبر غلطه في حياته. دفعت ليه رجليه مع النوضه، زرعت ليه كروشي كوش درواط وجمعته بالشمال. طاح في الارض واحد الميكروب رمى ليه موس صغير. مع النوضه ديالو دوز لي هذاك الموس من حدا وجهي. خويت عليه وانا نزرع عليه كروشي اخر نيشان للنيف، هو طاح دوده. واخا انا كانت عندي 18 عام، كنت طويل وعامر، وديك المده كامله اللي دوزتها في الاصلاحيه دوزتها كلها اونطرينمون. واخا كنت مبلي حيت كنت عارف شنو كيتسناني هنايا. وجاو ديك اللحظه لي غارد وبداو كيفكوا فينا. ومن داك النهار هذا الميكروب اللي كانت سميتو طريقه ولا هو عشيري في الحبس. ما بقيتش انا وياه كاع كنتفارقوا،